توالت في الساعات الأخيرة أخباراً تفيد بأن دوران نواة الأرض توقف تدريجياً، وسرعان ما نشرت الصفحات حتى الدينية منها بأن هذا يوحي بشروق الشمس من المغرب وأنها بداية لعلامات الساعة الكبرى. للأسف فإن عدداً كبيراً من المنشورات في مختلف منصات التواصل الاجتماعي وبعض مواقع الإنترنت الرسمية نقلت هذا الخبر بصيغة غير أصلية، منها موقع فرانس 24، وكل هذه المنشورات قامت بنقل الخبر بشكل غير دقيق، حيث قالت أن النواة الداخلية للأرض توقفت عن الدوران، في حين أن الدراسة العلمية تقول أن نواة الأرض لم تعد أسرع في دورانها كما كانت عليها من قبل. وهذه الدراسة التي نشرها علماء في الصين ما زالت محل نقاش، والتأثير الناتج عن نقص السرعة حتى وإن تأكدت كظاهرة ما زال غير معروف. كذلك أشارت الدراسة إلى أن هذا الأمر حدث مرتين، الأولى عام 1974 والثانية عام 2009. لكن هل نحن نعرف أصلاً كيف تدور النواة الداخلية للأرض؟ الجواب هو لا، لذلك فالموضوع محل نقاش بين العلماء. بشكل عام فإن المعلومات المتوفرة عن النواة الداخلية لكوكبنا قليلة جداً، وكل ما نعرفه مصدره قياسات الاختلافات الدقيقة في الموجات الزلزالية الناتجة عن الزلازل أو الانفجارات النووية أثناء مرورها عبر منتصف الأرض. وبالعودة للدراسة فإن العلماء قاموا بتحليل الموجات الزلزالية من الزلازل المتكررة على مدى 60 عام الماضية، ووجدوا أن دوران النواة الداخلية توقف تقريباً في عام 2009 ثم تحول في اتجاه معاكس، بل وتدور بالنسبة لسطح الأرض ذهاباً وإياباً مثل التأرجح، وأن كل دورة لهذا التأرجح تبلغ حوالي 70 سنة، مما يعني أنها تغير اتجاهها كل 35 عاماً تقريباً. ويعتقد أنها غيرت الاتجاه سابقاً في أوائل السبعينيات، وتوقعوا أن يكون التحول التالي في منتصف عام 2040. وبغض النظر عن دقة هذه النتائج، فحتى الآن لا توجد بيانات واضحة تشير إلى أن سلوك النواة الداخلية للأرض له تأثير كبير على سلامة الكرة الأرضية. طبعاً مروجي خرافة كوكب نيبيرو وكذلك دعاة الإعجاز العلمي استغلوا هذا الموضوع وقاموا بتأليف قصص وحكايات من خيالهم، ولكن ما لا يعرفه هؤلاء هو أنها ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل مثل هذا الحدث. وفي هذا السياق لا بد من توضيح مهم، وهو أن انعكاس دوران النواة الداخلية للأرض ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بمسألة شروق الشمس من مغربها. كذلك فإن انعكاس المجال المغناطيسي للأرض نتيجة انعكاس دوران النواة الداخلية للأرض هو مجرد اجتهاد من العلماء، وليس هناك دليل يدعمه. وعموماً فإن نواة الأرض عبارة عن نواة ملتهبة، وتبلغ الحرارة فيها عشرات الآلاف من الدرجات المئوية، فضلاً عن الضغط والكثافة الهائلة، وهذه النواة هي من تقوم بإمداد الأرض بالمجال المغناطيسي الذي يحمي الأرض من الرياح الشمسية القاتلة والأشعة الكونية الحارقة.